لو أي موقف بيعصبك صغير أو كبير بتمسكي التليفون وتكلمي حد تشوفي الموقف ده فعلا يستاهل تتعصبي أو لأ. لو حابة تنزلي صورة على انستجرام مثلا وكلمتي 2 3 من صحابك تاخدي رأيهم في الصورة، ولازم كلهم رأيهم يكون كويس جدا، يا إما طبعا مش هتنزليها. لو بتهربي من الرفض، مشاعرك بتتأثر بكلام الناس ورأيهم، لازم تشوفي الفيديو ده. السعي ورا التقييم من الناس هو أسرع طريقة تخوني بيها نفسك، عشان لما بتعملي كده مش بس بتقولي لنفسك إنك مش واثقة فيها، ده كمان معناه إنك معتمدة على الناس في إنهم يحددوا قيمتك، وإن رأيهم أهم بكتير من رأيك. مع الوقت لو فضلتي تتصرفي بالطريقة دي، مش بس هتضيعي نفسك، ده هيبقى صعب عليكي قوي تحبي نفسك بعد كده. عشان كده الفيديو ده هعلمك إزاي تقيمي نفسك بنفسك، لأنك لما تتعلمي تعملي كده هتعرفي نفسك بجد، هتقدري تكوني صاحبة نفسك الحقيقية، هتزرعي جواكي حب النفس. وأكتر حاجة بحبها وأكتر حاجة هتستفيدوا منها في الفيديو ده إنك تقدري تديري أفكارك مشاعرك بطريقة أحسن بكتير. فيلا نبدأ. السعي ورا التقييم دي حاجة منتشرة جدا في الوقت اللي احنا فيه، وشكلها بيختلف من شخص للتاني، وده لأن في 5 أنواع من التقييم. أول حاجة التقييم العاطفي، ده بيبقى ناحيتنا للطرف التاني. تقييم السوشيال ميديا، الصورة اللي نزلتها جابت كام لايكس، بقى عندي كام متابعين. تقييم المجتمع لينا، إنك تبقي مقبولة من كل صحابك، من كل الناس اللي معاكي في الشغل، من كل الناس اللي محاوطين بيكي. تقييم العيلة، لازم ترضيهم كلهم وما تغزلهمش أبدا في أي موقف حصل، وده تقريبا شبه مستحيل. تقييم الدراسة، تربطي قيمتك بالدرجات والنجاح اللي بتحققيه. الناس دايما بتدور على التقييم الخارجي، لأنهم حاطين صورتهم عن نفسهم وثقتهم في إيد ناس ملهمش أي علاقة. يعني لو الناس قالت عليكي انت كويسة، يبقوا شايفين نفسهم هم كويسين. لو جابوا درجات كويسة يبقى مهمين جدا، بس ده معناه انك بتحبي نفسك بناء عن حاجة بره عنك، ودي حاجة مش منطقية أبدا. عشان كده ده عمره ما بينفع على المدى الطويل. يعني ممكن تاخدي اللايكس، تاخدي إعجاب شخص ناحيتك، تدخلي في جروب ناس كويسين جدا، بس ده عمره ما هيخليكي تحسي بالاكتفاء الذاتي. انت دايما بتجري ورا حاجة، بس الحقيقة انك بتجري ورا الحاجة الغلط. التقييم الصح بيبدأ وينتهي من جواكي. في الحقيقة السعي ورا التقييم بيجي من إن صورة الإنسان عن نفسه بتكون ضعيفة. الصورة دي مبنية على أساس مهزوز جدا من تقديره لذاته. طب يعني إيه مهزوز؟ يعني إن مجرد تعليق سلبي، مجرد تنمر من النت، أو حتى عدم قبول من شخص غريب عنك تماما، ممكن يهزك من جوه، يخلي عندك عدم أمان، يخليكي متضايقة وما تعرفيش تنامي باليومين والتلاتة، لأنك مش بتبني شخصيتك من جواكي، انت بتبنيها من بره، من المجتمع اللي حواليكي. طب نعمل ايه بقى عشان نوقف السعي ورا التقييم ده؟ أحسن طريقة تقللي المسافة بين نفسك قدام الناس وبين نفسك الحقيقية. يعني ايه؟ هو أنا عندي كام شخصية؟ احنا عايزين نخلي الشخصيتين دول نفس الشخص. كتير مننا بيبني شخصية معينة كده بيبينها قدام الناس، ودي بنكون بنظبطها كويس جدا عشان تدي للناس انطباع معين عننا. يعني مثلا تحاولي تكوني أهدى شوية، ما تقوليش رأيك كتير عشان الناس ما تختلفش معاكي. ممكن تقللي من شخصيتك شوية عشان انت فاكرة من جواكي
إن ده هيخلّي الناس تحبِّك أكتر. عارفة لمّا تقابلي حد لأول مرّة وتحسّي من جواكِ إن لأ، لازم أكون هادية وراسية أكتر من كده عشان الشخص ده يحبّني، أو لازم أكون ألطف ومؤدّبة كده عشان أبقى صديقة مع الشلة دي. دلوقتي خلّيني أطمّنِك وأقول لِك اللي بتعمليه ده مش ذنبِك أبدًا، السبب في إنِّك بتدوّري على التقييم ده من برّه، إنِّك غالبًا ما خدتيش التقييم ده وأنتِ طفلة، أو ما حصلش حتى في سِن المراهقة، من أهلِك، صحابِك، حتى من مدرسينِك. التقييم ده مهم جدًا من الحُب والقبول وكُلّنا بنحتاجه، ما ينفعش حد أبدًا يتحرم منّه، ولو كنتِ محرومة منّه يبقى طبيعي إنِّك تطوّري آليات دفاع مش صحية أبدًا، زي لازم أرضي كل الناس أو لازم أعجب كل الطرف التاني. ربط قيمتِك بالدراسة ده برضه نوع من أنواع التقييم وآليات الدفاع اللي مش صحية أبدًا. ده مش غلط، وأنا آسفة جدًا على الوضع اللي أنتِ وصلتِ له، بس مع إنه مش غلطتِك، بس مسؤوليتِك دلوقتي إنِّك تعملي حياة أحسن بكتير لنفسِك. مهمتِك دلوقتي إنِّك تكوني حُرة وموجودة لنفسِك، عشان ما تعانيش طول عمرِك، لإن في نهاية اليوم لازم تعرفي كويس أوي إنِّك جميلة، ذكية، كفاية وجذابة أوي لنفسِك، تستحقي كل اللي بتحلمي بيه، أنتِ تستحقي التقييم من نفسِك ومن نفسِك أنتِ بس، ولازم ترفعي من قيمتِك لذاتِك، لدرجة إن رأي أي حد تاني ما يبقاش ليه أي وزن عندِك، ما يهمكيش أصلًا، وده أنسب وقت نتكلم فيه عن التقييم اللي معظمنا بنحتاجه، وهو تقييمنا من الطرف التاني. الموضوع ده أنا شخصيًا كنت باعاني منه بقى لي سنين، دايرة عمرها ما بتخلص، دايمًا بتحاولي تملي فراغ جواكِ، فراغ بيصرخ وبيقول لِك أنا محتاجة أتحب، بس اللي أنتِ مش فاهماه إنه بيصرخ بجد وبيقول لِك أنا محتاجة أحب نفسي. النوع ده من الحب بيولد تعلق بشكل كبير، تلاقي مثلًا واحد قال لِك كلمة حلوة أو بيتعامل معاكِ بذوق ففجأة تحبيه بطريقة كبيرة جدًا، تتعلقي بيه بدرجة كبيرة جدًا، ولو هو بادلِك نفس الشعور هتقدمي له حاجات كتير أوي بدون أي مقابل، حاجات مش مطلوب منِك أصلًا إنِك تقدميها، التعلق بيزيد ويزيد، وللأسف النتيجة بتكون واحدة، الشخص ده دايمًا بيسيبنا ويمشي، وإحنا نغرق في هالة من التعلق ما نعرفش نقوم منها أبدًا، والتعلق حلّه حاجتين ما لهمش تالت، أول حاجة تكتبي كل عيوب الشخص ده، لإن في الأول وفي الآخر أكيد الشخص ده 100% استغل حاجات كتير أوي فيكِ. تاني حاجة تقوي إيمانِك بربنا، التعلق الكبير ده بييجي من تفكير جواكِ بيقول لِك الشخص ده أنا عمري ما هالاقي حد زيه، قوّي إيمانِك بربنا واعرفي إن ربنا ما دام جاب لِك الشخص ده هيعرف يجيب لِك اللي زيه واللي أحسن منه بكتير، بس ساعتها السبب إن يجيب لِك شخص أحسن منه فعلًا هو أنتِ، لمّا تعرفي قيمة نفسِك الشخص ده لمّا ييجي تاني عمره ما هيستغلِك زي الأول، بالعكس هيعرف قيمتِك وهيقدّرِك جدًا. وهنا لازم أقول حاجة، ليه مستنية حد يقول لِك إنِّك جميلة؟ لازم تعرفي الأول من جواكِ إنِّك جميلة، تعرفي إنِّك فخورة بنفسِك عشان أكيد حاجات كتير أوي حلوة أنتِ عملتيها، حتى لو شوية ضعف مرّوا عليكِ، قلق من نواحي معيّنة، عادي جدًا، إحنا بشر، ده ما يقللش أبدًا من قيمتنا، حتى لو أنتِ مش كاملة عادي، المهم نظرتِك لنفسِك. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن نوع تاني من أنواع السعي ورا التقييم وهو إرضاء الناس.
ودي أكتر حاجة بتخلّي الواحد يضيّع نَفْسه. أنا شخصيًا مرّيت بالصراع ده تقريبًا في حياتي كلّها، حتى من قريب كنت لسه باحس إني ما أستاهلش يكون عندي صداقة كويسة، فكنت باخفِّف من نَفْسي زي ما قُلت عشان أبقى أسهل على الناس. كنت بادرس نَفْسي كويس أوي وأعمل شخصية مصطنعة أوي عشان الناس تحبّني أكتر. كنت باعمل مجهود كبير أوي عشان أساعد الناس وأثبت لهم إني كويسة، عشان بس يوافقوا عليّا إني أكون في وسطهم. ومن كتر ما عملت كده ضيّعت نَفْسي، لإني كنت بابعت رسالة لمُخّي إن أنا دايمًا مش كفاية، وإني لازم أقدّم خدمات كتير أوي عشان أستحق الحب ده أو الصداقة دي. كان عندي اعتقاد دايمًا إني لازم أقدّم حاجات كتير أوي عشان آخُد قبول من الناس. دلوقتي أقدر أقول لكم بكل راحة إني ما بقيتش في الحالة دي زي الأول. طَب إزاي؟ قضيت وقت طويل أوي بيني وبين نَفْسي، في وحدتي، في وِحدة، آه طبعًا في وِحدة، لإن الحقيقة إن السعي ورا رضا الناس والسعي التقييم من الناس التانية بيكون سلوك إدماني جدًا، بيتحول لدوامة ما بتخلص، زي أي نوع تاني من أنواع السعي. أهم حاجة تعمليها إنِّك تقعدي مع نَفْسِك، تبدئي تكتشفي قد إيه إن ده وقت جميل ووقت ممتع. مع الوقت هتحبي نَفْسِك أكتر وأكتر، ولمّا تُقعي في حُب نَفْسِك معاييرِك هتعلى جدًا، معايير الطرف التاني بتاعتِك ومعاييرِك ناحية صحابِك هيبقوا عاليين أوي. ما حدش بيتكلم عن النقطة دي كفاية للأسف. الناس دايمًا بتقول لازم يبقى عندِك معايير عالية في اختيار شريك حياتِك، ده طبعًا صح، بس لازم كمان تعملي نفس الشيء مع صحابِك. اختاري كويس مين اللي يستحق وقتِك، طاقتِك، ومشاعرِك. أنا بقيت دلوقتي صعبة في اختياراتي ما انكرش، لإني مبسوطة لمّا باكون لوحدي. أنا بقيت مرتاحة، ده اللي بيحميني ويحافظ على طاقتي وسلامي. عشان كده لمّا تكوني واثقة من إنِّك تقدري تقضّي وقت جميل أوي مع نَفْسِك، معاييرِك هتبقى عالية، هتعرفي تحطّي حدود من غير أي خوف. ناس كتير بتقول لي أنا مش باعرف أحط حدود، بس الحقيقة إن ده بييجي من قِلّة الثقة بالنَفْس، ومن إنِّك بتسعي دايمًا لرضا الناس. أنتِ بتخافي تزعّلي أي حد، بس الناس الصح مش هيزعلوا لمّا تحطّي حدود، بالعكس هُم يحترموها. ولمّا تبقي عارفة تقضّي وقت مع نَفْسِك، تحطّي معايير عالية للناس اللي بيدخلوا حياتِك، ساعتها بس هتقدري تحمي نَفْسِك، ومن الناس اللي بتستنزف طاقتِك، اللي بيحسّسوكِ إنِّك غلط لمّا تحطّي حدود. عنصر مهم جدًا عشان تبطّلي تسعي للتقييم، هو إنِّك تبطّلي تدّي الموضوع أكبر من حجمه. إزاي؟ هاقول لِك، بحاجة بسيطة أوي. افتكري إن دايمًا كل حاجة مؤقتة. عدم رضا شخص عنِّك هي لحظة من الزمن وهتعدّي. الناس بتنسى أسرع من أنتِ متخيّلة، وفوق كل ده كل حاجة حوالينا مؤقتة. ما تنسيش إن إحنا عايشين في كوكب بيسبح كده في الفضاء. أنتِ واحدة من وسط 8.000.000.000 شخص، فكّري في ده كويس جدًا. أنا مش من النوع اللي هيقول لِك الناس مش بتفكّر فيكِ، لإن الحقيقة أيوه، الناس بتبُص، بتضحك، بتحكم، وبيتكلّموا عليكِ من وراكِ. أنا مرّيت بكل ده. في ناس بتدخل في حياة غيرهم عشان يحسّوا بس إن هم أحسن، بس ما حدّش فيهم بيهتم كفاية إنه يفضل يفكّر فيكِ. يعني إيه؟ يعني لمّا كل واحد بيروّح بيته، اللي بيشتغل، اللي بيطبخ، اللي بينام، ما حدّش هيفضل فاكرِك. لمّا يبقى عندهم مشاكل في شغلهم أو مع عيلتهم، ما حدّش فيهم بيفكّر فيكِ أو في أي حد تاني. الناس عندها حياتها. أيوه، ممكن يتكلّموا عليكِ من وراكِ، وممكن يحكموا عليكِ، بس عمرها ما هتبقى لحظة طويلة، 5 دقايق يعني، بعديها هينسوا ويرجعوا يركّزوا في مشاكلهم.
أو أي حد تاني هيحكموا برضه عليه. فلو هما بينسوا، انتي كمان لازم تنسي، سيبيها وعدي الموضوع. الخطوة الجاية مهمة جدا، ركزي كويس جدا في تطوير نفسك وحياتك. لما تبدأي رحلة حب الذات وتحقيق الأهداف، هتحسي بفخر وثقة غير عادية. الفخر والثقة هيحموا قلبك من الرجوع تاني للعادات القديمة اللي كانت بتضرك، زيك إنك تكوني فاضية كفاية عشان ترضي كل اللي حواليكي. ساعتها مش هتفضلي تشوكي في نفسك في وسط الناس، ولا هتفضلي تفكري كتير في كلامهم، ولا حتى هتجري ورا حد عشان يقبلك. مثلا ابدأي بيزنس خاص بيكي صغير، شوفي ايه هواياتك واستثمري فيها، انضمي لناس بيفكروا نفس تفكيرك. ساعتها هيبقى عندك حاجة حقيقية تحطي فيها وقتك وطاقتك. فلما يجي أي موقف صغير أو أي حد ينتقدك أو حتى يرفضك أو يتكلم عليكي من وراكي، مش هتقدري تبالغي في رد فعلك زي الأول، ولا حتى هتديله وقت من يومك، عشان ببساطة انت مشغولة بحياتك اللي بتبنيها. دماغك لازم تبقى مليانة بشغف لدرجة إن كلام الناس ما يبقاش ليه أي وجود. من الآخر عايزة أقولك، أسرع طريقة تبطلي تهتمي زيادة هي إنك تفهمي إن الرفض حاجة طبيعية جدا، خسارة الناس حاجة طبيعية جدا، إنك تكبري عنهم حاجة طبيعية جدا. إيه اللي هيحصل؟ هيقطعوكي؟ مش بيحبوكي؟ الشخص اللي انت معجبة بيه ما بقاش شايفك جذابة وحلوة زي الأول؟ طب وبعدين؟ ده ما يقللش من قيمتك ولا يحدد انت مين. مش كل الناس لازم تكون لينا، ومش كل الناس لازم نكون احنا عاجبينهم. اوقات احنا بنجري ورا حاجات افتكرنا ان احنا عايزينها، بس في الحقيقة الحاجات دي ما ينفعش تدخل حياتنا اصلا. مش المفروض كل الناس تحبك، ولو كل الناس حبتك دي تبقى مصيبة، لان ده معناه انك ما بتحميش نفسك. كل انسان على الكوكب ده، الاغنى والاشهر والانجح، بياخد نصيبه من الرفض، من الفشل، ومن دروس الحياة. دي مش حاجة شخصية ابدا، دي طبيعة الحياة، كل الناس بيحصل لها كده. هتبطلي تسعي للتقييم لما تثبتي ثقتك في نفسك، ولما تعلي قيمتك وتعلي معاييرك. وده هيجي من إنك تشتغلي على الصورة الذاتية بتاعتك. طب إيه اللي جاب علم النفس دلوقتي؟ هقولك. الصورة الذاتية يعني إنك بتشوفي نفسك إزاي، بتشوفي شكلك صفاتك إزاي. كل بني آدم عنده صورة ذهنية عن نفسه، ومجموعة أفكار هو مؤمن كويس قوي بيها. لازم تعملي كل اللي تقدري عليه عشان تبني صورة ذاتية إيجابية، عشان تبطلي تدوري على التقييم ده من الناس. لما يبقى عندك قيمة حقيقية لنفسك، عمرك ما هتحتاجي تصدقي أي حاجة بره. طيب نبدأ منين؟ ابدأي حددي أكتر حاجات بتحبيها بنفسك. اقفي قدام المراية وقولي أنا بحب شكل عيوني، بحب تفصيل جسمي، بحب ضحكتي، بحب خدودي، بحبني لما أبقى رحيمة مع الناس. غوصي جواكي واكتشفي قد إيه انت شخص جميل، صفاتك، شكلك، نواياكي، كل حاجة. لما تعملي كده هتبدأي تبصي لنفسك بعين مختلفة تماما. وبعد كده اكتبي كل الحاجات السلبية اللي بتقوليها لنفسك، كل المعتقدات اللي مأثرة عليكي بالسلب. لما تعملي القايمة دي، ابدأي واحدة واحدة، اثبتي لنفسك إن كل فكرة كانت غلط. هقولك مثال دلوقتي. في بنتين، الاتنين عندهم نفس الاعتقاد السلبي، الاتنين شايفين نفسهم مش حلوين، الاتنين حاسين إن شكلهم وحش. بنت بقت تاخد الفكرة دي ومأمنة بيها جدا،
بقت تستخبى من الصور، بتجري ورا أي حد بيحبها. لو حد قال لها إنه عاجبها شكلها بتحس إن هي محظوظة جدًا، لإن هي من جواها شايفة نفسها وِحشة، ما بتقدّمش على فرص لإن هي عارفة إن كده هتترفض، عشان عارفة إن شكلها مش مناسب. البنت التانية برضه شايفة نفسها مش حلوة، بس في فرق، بدأت تدوّر وتبُص لنفسها كويس، بدأت في رحلة من منظور مختلف تمامًا، تشوف إيه قصة الشعر اللي تناسب شكل وشها، إيه الmakeup اللي يبيّن ملامحها، جابت لبس كتير أو بدأت تشوف إيه شكل اللبس اللي يليق على منحنى جسمها. بعد ما عملت التغييرات دي، دخلت أوضتها وقعدت تصوّر في نفسها، شافت كل الزوايا والإضاءات المختلفة اللي تبيّن ملامحها وجسمها أحسن، عرفت هي بتحب إيه في نفسها، قعدت تجرّب لبس، غيّرت في شعرها، صوّرت نفسها، اتبسطت، وفي خلال كل ده بدأت تشوف الجمال اللي جواها. الاتنين شايفين نفسهم بنفس الطريقة، بس واحدة قررت تثبت لنفسها إن الفكرة دي غلط، وواحدة صدقت الفكرة السلبية وعاشت على أساسها. في الجزء الجاي هاقول لِك إزاي تتعاملي مع ماضيكِ، إزاي تبني نفسِك دلوقتي، وإزاي تبقي مصدر التقييم لنفسِك. بُصّي لنفسِك نسخة 2025 مش أي نسخة قديمة، بُصّي لنفسِك إنِّك الإنسانة اللي صحيتِ عليها النهارده، أكِن ده أول يوم في حياتِك. أنا شخصيًا باعمل كده، بابُص لنفسي بشخصية 2025، ما بابُصّش لنفسي إن أنا البنت اللي عندها 15 سَنة، اللي كانت خجولة جدًا، ما عندهاش صحاب، مش عارفة تتعرّف على أي حد. لازم تبُصّي لنفسِك بنسختِك الحالية، كإنِّك أول مرّة تصحي من النوم، كإن ده أول يوم في حياتِك. هتقولي إيه، هتتصرّفي إزاي، هتعملي إيه. ادخلي يومِك بالشكل ده، بدل ما تفضلي شايفة ذكرياتِك السلبية على طول قدّامِك، الحاجات المحرجة، الغلطات اللي عملتيها زمان، بُصّي على نفسِك دلوقتي. أنا دلوقتي عندي مثلًا 22 سَنة، مش هابُص لنفسي إن أنا البنت اللي عندها 15 سَنة وما كانتش واثقة في نفسها وما كانتش حابة نفسها. تخيّلي لو كنتِ لسه شايفة نفسِك بنفس الشكل، أو لو أنا شايفة نفسي بنفس الطريقة، هل كنت أقدر أسجّل الفيديو ده دلوقتي؟ أكيد طبعًا لأ، هابقى مكسوفة ومُحرجة، وهاقول لأ طبعًا ما حدش هيسمعني، لأ طبعًا ما حدش هيثق فيّا. أنا ما اكتفيتش بس إني طوّرت نفسي، أنا اتخلّصت من نُسخي القديمة كلّها، صدّقت نسختي الجديدة وعِشتها. دلوقتي وصلنا لآخر فصل وأهم واحد فيهم، إزاي تكوني المصدر الوحيد للتقييم في حياتِك. الكلام اللي هاقوله هنا ينفع يتطبّق على كل أنواع التقييم اللي إحنا شرحناها، بس هناخد التقييم العاطفي كمثال. عايزة أعرّفِك في الأول إنِّك الشخص الوحيد في الكون اللي يعرف نَفْسه بالكامل، من جوّه ومن برّه، مش أهلِك، مش إخواتِك، ولا حتى صاحبتِك من أيام الطفولة. كل واحد في حياتِك شايفِك من زاوية مختلفة، أهلِك ليهم نظرة، إخواتِك، أصحابِك، حتى شريك حياتِك ليه نظرة معيّنة، ما حدش فيهم يعرف رحلتِك الكاملة، أفكارِك والحوارات اللي جوّه دماغِك، عشان كده رأيهم فيكِ عمره ما هيكون دقيق، رأيهم متأثّر بتجاربهم وتربيتهم وصدماتهم هم، يعني رأيهم ما لوش علاقة حقيقية بيكِ. أنتِ الوحيدة اللي ينفع تقيّمي نَفْسِك، وده اللي بيربطنا بالتقييم العاطفي. يعني مثلًا لو أنتِ في موقف ضايقِك جدًا، حسيتِ إن أنتِ منهارة ومتضايقة طول اليوم، مسكتِ التليفون وشرحتِ لحد إيه اللي مضايقِك، وكان رَدُّه عليكِ أنتِ مكبّرة الموضوع كده ليه؟
موضوع بسيط يعني عدّيها، في حاجات أوحش من كده بكتير حصلت، أكيد أنتِ مش زعلانة عشان الموقف البسيط ده. ساعتها أنتِ المفروض تسألي نَفْسِك هو الشخص ده جوّاه نَفْس الأفكار اللي أنا بافكّر فيها؟ حاسس بنَفْس مشاعري؟ الإجابة لأ، يبقى الشخص ده لازم يسكت خالص. أدمغة الناس ومشاعرهم مش متركبة زينا، اللي بيضايقني ممكن ما يضايقش غيري، اللي بيقلل من مشاعري ممكن بالنسبة لشخص تاني عادي. طريقة نظرتهم للموقف نابعة من تجاربهم الشخصية مش تجربتي أنا، وبالتالي ما ينفعش يحكموا على رد فعلي، ما ينفعش يقرروا أنا عندي حق في اللي أنا بقوله أو لأ. انتي الوحيدة اللي تعرفي الصح بالنسبة لك، وانتي الوحيدة اللي تقدري تدي لنفسك الإذن إنِّك تزعلي، تتضايقي، تتعصبي، أو حتى تفرحي. لو الحاجة وجعتِك يبقى الوجع ده حقيقي، لو أثّرت فيكِ مشاعرِك حقيقية. أنتِ مش محتاجة أبدًا حد يوافق لِك على مشاعرِك عشان تبرريها لهم، عشان كده التقييم الذاتي مهم جدًا. طب نعمل كده إزاي؟ أول حاجة خدي break شوية أول ما تتضايقي، ما تروحيش لحد تكلميه على طول أو تحكي لأي حد من العيلة أو صحابِك، لإنِّك لمّا تعملي كده هتتأثّري على طول برَد فعلهم. أنتِ مش محتاجة حد يدّيكِ الإذن تحسّي اللي أنتِ حاسّاه دلوقتي، مش غلط أبدًا تطلبي الدعم من الناس، بس جرّبي أوقات تكوني سَنَد لنَفْسِك. في الbreak اللي إحنا هنعمله ده، ابدئي اتعلّمي إزاي تتعاملي مع مشاعرِك، هاتي دفتر أو صوّري نَفْسِك فيديو. أنا شخصيًا باعمل كده، أول ما باتضايق بافتح الكاميرا وأسجّل فيديو، حتى لو كنت باعيّط، متعصّبة، مشاعري خارجة عن أي سيطرة. بدل ما أكلم حد بافتح فيديو وباتكلم كأني باكلم حد، باطلّع كل اللي جوايا، باتكلم بحرية من غير أي فلتر، من غير ما أخاف عشان أنا لوحدي، ولمّا أتكلم باحس إن التُقل اللي في قلبي خَف كتير أوي، ساعتها بافهم مشاعري والموقف أحسن بكتير، وبعد الفيديو باسأل نفسي أنا كنت عايزة أسمع إيه من حد لو كنت حكيت له الموضوع ده؟ وكل كلمة كل ما كنت محتاجاها باقولها لنفسي، الكلام اللي كنت باتمنى أسمعه من الناس باقوله لنفسي، موضوع بسيط، قولي أنا شايفاكِ، أنتِ منطقية جدًا إنِّك متضايقة دلوقتي، أنتِ مش بتبالغي، أنتِ مش حد وِحِش، أنتِ إنسانة وده حقِّك، حقِّك في الحزن، حقِّك في الغضب، أنتِ ما تستحقيش اللي حصل، وأنا هنا ليكِ. لو محتاجة دلوقتي تعيطي، تزعلي، اعرفي إن ده طبيعي وصحّي جدًا، هيساعدِك تخرجي من اللي أنتِ فيه. ساعات بنبقى مش قادرين نحتوي نفسنا، ولو أنتِ بتجلدي نفسِك عن رد فعلِك، تخيلي إن اللي حصل ده حصل لصاحبتِك، أو شوفي نفسِك كإنِّك لسه طفلة صغيرة، ساعتها هتعرفي تحضني نفسِك وتعامليها بلطف، كإنِّك بتعاملي صاحبتِك اللي متضايقة من الموقف بالضبط. هو ده مفتاح التقييم الذاتي. تبقي جنب نفسِك وتبطّلي تربطي قيمتِك بأي حد تاني، وجودِك لنفسِك صدقيني كفاية. لو عجبِك الفيديو ما تنساش تعملي subscribe، تكتبي لي في التعليقات تقييمِك لنفسِك هيكون إزاي، وبتعاني من أي نوع من أنواع التقييم للناس اللي إحنا اتكلمنا عنهم، وتشيري الفيديو مع ناس بتحبهم، واستنوني بكرة هانزّل فيديو هيهمكم كلكم.